لغز وفك شفرة فركشة فريق الراكت بنادي الرياضي البحري. يا ترى ايه اللي حصل؟ اعزائي المتابعين، اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات لغز حكايتك في تشانل هبة اف ام. ويلكم. الحلقة دي تحديدا مخصصة لكل عشاق الراكت، ولكل حد كان بيسأل عن ايقاف او اختفاء فريق الراكت بنادي الرياضي البحري اللي كان بيرقصوا هنا كابتن اسلام لبيب وكابتن بيرو. خلونا الاول سريعا كده نفكركم قبل ما ندخل في الموضوع او بدايات واسس الموضوع، ملخص ما بين السطور. لو رجعنا لورا كده بعجلة الزمن شويتين، اللي هو تحديدا شهر 6 2022، ظهرت هنا مدرسة راكت في النادي الرياضي البحري تحت قيادة هنا الكابتن اسلام لبيب وكابتن بيرو هيرو. متهيألي هنا مفيش حد في اطار الراكت ما يعرفهمش. المهم، كابتن اسلام لبيب اتولد هنا وعاش حياته كلها في البحر ومن قلب بحري، وكانت هوايته كلها الراكت. وكابتن بيرو شرحه برضه اسطورة في لعب الراكت وتدريبه، واخد لقب هنا هيرو بيرو والقيصر، وده طبعا بسبب عشقه وتعلقه الشديد بهواية الراكت. هو الصراحة من الناس اللي مؤدية جدا في اللعب، يعني بيلعب هنا بمهارات عالية جدا، مش اي كلام. فالمهم، كانوا ملتزمين جدا في المدرسة دي، سواء من تدريب او التزام مواعيد، ولاعيبة كتير جدا من الاشبال او غيرهم، وانا واحدة منهم كنت بحب اروح العب هناك، وده طبعا بسبب اخلاقهم قبل مهاراتهم. وفجأة هنا بقى بتحصل المفاجأة. فركش بح there is no playing no play. ليه وايه السبب؟ محدش عارف السبب، ده حتى كابتن اسلام اختفى، واصبح الكل هنا بيتساءل، وللاسف مفيش اجابات، والصمت هنا فضل واخد وقته في انه يرد على الكل. وفجأة برضو كابتن اسلام وكابتن بيرو يعودوا تاني لارض الملاعب من جديد، بس المرة دي بقى كام باك، بيرجعوا هنا مع مجموعة الطاحونة بشكل خالص ومنتهي، ومع اكبر الكباتن ونجوم اللعبة زي كابتن عمر طاحونة، كابتن كرم الليبي، كابتن خالد ابو طاحون، كابتن خالد ابو صفية غني عن التعريف طبعا، وكابتن حوده الليبي، وغيرهم كتير من الكباتن. اما بالنسبة لكباتن بحري فكان منهم الكابتن محمد فريد، والكابتن اوتو، وكابتن مجدي، وكابتن حسن علي، وكابتن حنتيرة. ليكم كل الدعم والاحترام، وكل الاحترام والتقدير برضو لكل لعيب راكت صح مجتهد او حتى مبتدئ. ومن هنا بقى اطلقوا على اسم الفريق الطاحونة وبحري، وده طبعا عشان التجمع اللي حصل بينهم. دي طبعا مش القصة كاملة، دي مجرد نبذة بس من بين السطور. لو عاوزين بقى نعرف اللغز ده كامل بكل تفاصيله، استنونا في حلقة خاصة بلقاء ناري وتصاريح جريئة مع كابتن اسلام لبيب من قلب الشمسية على رمال راس التين ببحري، اللي كانت عودتها او بدايتها مرة اخرى يوم 1/9/2023، والواضح كده انهم راجعين على دمار. ربنا يستر. تعالوا بقى ننهي الحلقة بالماتش الجامد ده، بس قبل ما ننهي حابة اعرف توقعاتكم في لغز بحري في الكومنتات. ولو المحتوى يهمك عزيزي المشاهد، يا ريت تشرفني باشتراكك في القناة. انا هبة جابر، استنوني قريبا في لغز حكاية راكت بحري مع كابتن اسلام لبيب. يلا بينا بقى على الماتش.